برهان ذاته ما كان بطولة في رمضان. عثمان محمد يوسف كبر القيادي في تنظيم إخوان السودان ورئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية وجناحها السياسي حزب المؤتمر الوطني، ونائب الرئيس المعزول عمر حسن البشير، يتحدث في أخطر تسريب سياسي منذ سقوط نظامه في إبريل 2019. في هذا التسجيل الذي تحصلت عليه سكاي نيوز عربية من مصادر خاصة، يظهر القيادي الإخواني كبر وهو يتحدث بثقة لعدد من الحاضرين في حديث يبدو أنه موجه لأعضاء في التنظيم الإخواني السوداني. كبر لا يتحدث عن حليف بل عن تابع. يكشف الرجل أن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني لم يكن سوى خيار اللحظة الأخيرة، ضابط بلا قيمة سياسية جيء به لسد فراغ صنعته الحركة بعد استقالة عوض بن عوف قائد الجيش السابق بعد رفض الشارع له. 23 ساعة المسك عوض بن عوف وهم ما كان عنده دور ولا كان محسوب ساعة نظام. إذا كانت برهان ده كان بقعد زي الحرس قبل. هذه الحقيقة أصلا. برهان دي كيف؟ لا تلف دي كيف 24 ساعة. لا بقى أنا كنت برا. يقول لي خاص كده وأنت جايبني نجيبك نجيبك. مجلس السيادة المجلس العسكري. جلسة حق متظاهرين وسبب الإسلامية. لم يكن للبرهان دور ولا قيمة في وقت الانقلاب الأول الثورة، وخلال 23 ساعة التي كان فيها عوض بن عوف قائدا للمجلس العسكري لم يكن ينظر إلى البرهان بجدية كضابط، وكان أشبه بالحرس. فمن الذي أتى به؟ البرهان بلغ باختياره ليكون رئيسا للمجلس العسكري، جاء به ليسحق المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش ويثبت الإسلاميين، عبارة مهينة تسقط ورقة التوت عن شرعية القائد العام. فهو لم ينحز للثورة ولم يقدمه جيشه لتسلم القيادة، بل تم تبليغه بالمنصب بواسطة التنظيم ليكون واجهة تضمن بقاء الإخوان داخل شرايين الدولة. الإذلال السياسي يتجلى في أبهى صوره عندما يكشف كبر عن كواليس التوبيخ الذي تعرض له البرهان. هذا الجيش صديري على الإخوان المسلمين. في الوقت الذي كان يحاول فيه تسويق نفسه دوليا مخادعا بالهجوم على الإسلاميين نهارا في بورت سودان، كان يتلقى الأوامر بالاعتذار لهم ليلا. يتذكروا برضه غريب ده، وهذا في يوم من الأيام يتكلم كلام بطال جدا في السودان. نعم. قال شنو؟ تذكروا؟ يتكلم كلام بطال كده في حقه. نعم. طيب انا اقول لهم حاجه، وده برضه احفظوا والله اليوم الثاني بالليل، اليوم الثاني قال كلامه ده اظن في نهار ولا حاجه كده. اي مش غير كلامه الثاني في ايوه طيب اليوم الثاني من كلامه ده في لمش اليوم الثاني وقال كلام ده نهار بالليل زي الساعه 10 بالليل. انا وين الغمار قال يا اخوانا كده زوي دايرين وين هنا تاريخ عام، هنا تاريخ اكبر. قال لنا اخوانا الكلام اللي قاله برهان ما تشتغلوا الكلام ده يا اخوانا. قلنا الكلام ده لاننا معصورين مضغوطين من امريكا، مضغوطين من فرنسا، مضغوطين من كده، ودايرين نقول الكلام ده لكم وانتوا يا اخوانا اشتغلوا شغلكم، ولانه انعكس كلامه ده على الجبهات. طبعا هذا مصباح كده وقفوا الشغل. القتال تغطوش بعض قال له هو يزول ذكر ينتزل للناس. غير كلامه وبقى مش غير كلامه بالطريقه اللي شفتوها. لكن هل يستطيع نعمل حاجه؟ ما يقدر. نو اصلا ما يقدر. نو. الرسالة واضحة، قائد الجيش البرهان لا يسيطر على شيء، مجرد ظاهرة صوتية للاستهلاك الخارجي، بينما القرار السياسي للحركة الإسلامية والقرار العسكري على الأرض لكتائبها وميليشياتها المسلحة. فالتنظيم الإخواني هو صاحب اليد العليا التي تملك سلطة تسيير قائد الجيش والضغط عليه، بل وإجباره على التراجع والاعتذار. لكن الخطر الأكبر يكمن في خارطة الطريق التي كشفها التسريب. الحركة الإسلامية لا تريد البرهان إلا جسرا زمنيا. 5 سنوات من الحكم العسكري السوري كافية لإعادة ترتيب الصفوف وتجهيز الخليفة المنتظر من صلب التنظيم لاستلام قيادة الجيش والدولة بدلا له. لا ما بدي الحكومة. تهريب الجهات تمشي والفوق العسكري الفترة الحالية. تهريب يوم الخمسة فيها تعمل حاجات كده لكن يا اخوي
5 سنوات دي احنا برضه هنعمل واحد اخونا نحن دايرين الناس يفهموا انه نحن اصلا وقع فيه. هذا التسريب ليس مجرد اعترافات وأماني، بل هو صك ملكية للحركة الإسلامية على مؤسسات الدولة السودانية، الجيش، الاستخبارات والأجهزة الأمنية، كلها مجرد أدوات تنفيذية في يد تنظيم صنفته الإدارة الأمريكية مؤخرا تنظيما إرهابيا أجنبيا. الحقيقة التي كشفها القيادي الإخواني عثمان محمد يوسف كبر تضع المجتمع الدولي أمام واقع جديد. التفاوض مع البرهان هو تفاوض مع الصدى لا مع الصوت، فالسلطة في السودان اليوم ليست في يد البرهان والجنرالات الذين من حوله، بل في يد خلايا التنظيم التي تدير الحرب والمفاوضات من خلف ستار، بانتظار اللحظة التي تزيح فيها الدمى وتعلن عودتها الكاملة.